اهلا وسهلا، السلام عليكم. فلوق جديد من بعد واحد الغيبه اللي كانت طويله بزاف. اليوم غنشارك معكم واحد الفلوق اللي سبيسيال، واحد الفلوق اللي الحمد لله والشكر لله. غادي نشارك معكم واحد رحله اللي كنت كنطلبها من الله هذه مده تقريبا، والحمد لله والشكر لله استجاب لي. والحمد لله لانني حققتها وانا في العشرينات، يعني في مقتبل العمر. بقى الصحة وبقي الجهد، فهي بمثابة رحلة العمر بالنسبة لي. كنتمناها لأي مسلم ومسلمة، كنتمناها لأي وحدة كتشوف هذا الفيديو. فوالا هنايا كنوجد حويجاتي كيف ما سبقت وبارطاجيت معكم في الفيديو اللي قبل. كنظن هذه مدة شي شهر ونص باش حطيته. كنت ديك الساعه كان بريباري، كنوجد راسي، كنوجد لهذا السفر هذا. المهم انا اختاريت اولا خديت تقريبا كاع المستلزمات اللي غادي نحتاج. غادي نعطيكم حتى المعلومات شنو ديو معكم، شنو غادي تحتاجوا تما. فهنايا كنقاد هنا الملابس الداخليه اللي غادي نحتاج. فتما كتحتاجوا العبايات لان عندهم الحراره. صافي. بالنسبه للحوايج من بعد غادي نشارك معكم داكشي كامل بالتفاصيل. دينا هنايا داكشي اللي غادي ناكلو تقريبا، غير زعما باش نديباني وهكا. شاي مغربي، دينا مكسرات، لوز، كركاع. كنا كنطيبو تما، يعني تقدر طيب اي حاجه تشهيتيها. هذا التمر فمن الاحسن بلا ما ديوه لان التمر موجود تما وما شاء الله كيديروا صداقات. كلشي كيفرق التمر. شي حاجه اللي كنصح بها هي ديك المملحات. هذا المرتدل هذا نفعني بزاف بزاف، يعني حتى هو واخا ماشي صحي ولكن كينفع. صافي، هذه هي الشنطه وبزاف الحاجات ما وريتهمش لكم وهنا. فاكيد التفاصيل غادي نخليها لكم في فيديو اخر. من غير هذا الفلوق غادي نشارك معكم السفر ديالي من الاول للاخر. هنايا كنا غاديين في التران باقا في المغرب، غادي للمطار، مطار ديال كازا والدار البيضاء. كان صراحه واحد الاحساس اللي زوين. تقريبا احساس عادي ولكن من بعد غادي نقول لكم الشعور ديالي. صافي، القهوه ديالي اللي ما كنتفارقش معاها كانت زوينه وفيقاتني لان كنت الليل كامل تقريبا ما نعساش. فوالا، خليكم مع الفيديو ان شاء الله يعجبكم. إلى المخارج. قبل مغادرة الطائرة يجب خلع الأحذية، ترك جميع الأغراض الشخصية، التوجه إلى أقرب المخارج ثم استخدام الزر. اربط الحزام حول الخصر ثم شد الشريطين إلى أسفل أو تعليقات الملاحين. وكامة المنظر وسوء المنقلب في المنزل. في الاول عطاونا اغراض خاصه بالطائره. كنت كنظن صورتها في الفيديو السابق. هذا الشوكولا تمر مع شاي سعودي. هو بصراحه ما فيه ما يتشرب ولكن بالاعشاب، يعني غيكون صحي. والحمد لله هنا وصلنا لمطار جدة. وهنايا في الاوتيل في المدينة المنورة. صراحة كان اوتيل زوين. كان مصورتش لكم بزاف ديال التفاصيل ولكن وصلت عيانة وكنت محتاجة انني ناخد دوش. بالنسبه للحمام كانوا فيه جميع المستلزمات الحمد لله. كريم الجسم انا كان كيسحب لي هنا كيتشر ولكن كيبقاو لاصقين. جل استحمام، منظف الشعر، شامبو، كان سوشوار يعني الماء سخون.
هنايا كنت باقا ما مستوعباش، ولكن كنت باغا نحيد غير العيا. صافي موراها كنت متشوقه ننزل نشوف الاجواء، واهم حاجه بغيت نمشي نصلي في المسجد النبوي. هنا عاد حسيت براسي انني فعلا ما بقيتش في المغرب، عاد حسيت براسي انني في دوله اخرى، وكان واحد الشعور زوين 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 زوين. كنتمنى لاي واحد، وكنتمنى انني نعاود نجي لهاد البلاصه، لان فعلا لقيت فيها راحتي، نفسيتي هنايا ارتاحت. والحمد لله كانت اول صلاتي صلاه الفجر. ما شاء الله هنا كانوا كيديروا قيام الليل، يعني كانت الدنيا شويه خاويه، تقريبا بقينا حتى الصباح. فالحمد لله والشكر لله. بالنسبه للاذان ديال الفجر فكيكون عندهم الاذان الاول والاذان الثاني. حنايا في الاول ما كناش عارفين، يعني صليت الفجر تقريبا شي 4 المرات الله يقبل. انفو اذن بقينا كنتسناو، كيبان لك شي كيصلي شي جالس، يعني ما عرفتش شنو خاصنا نديرو. صلينا بقينا واحد شويه تيبانوا لينا الناس راه باقي. المهم من بعد عاد كتعرفوا التفاصيل. صافي مشينا ارتحينا نعسنا هنا الصباح. بالنسبه للمدينه فهي تقريبا بارده، ولكن كاينه شويه الحراره على خلاف مكه. صافي هنا ديت معايا داكشي اللي كنحتاج. ضروري تديو معاكم كريم القدمين لان غتبقاو تمشاو حفيانين. ديت معايا كريم الرجليات، ديت معايا ايكرون ديال الشمس بالنسبه لليدين وحتى البشره، يعني الوجه ديالي. مزيل العرق بالنسبه للنهار اللي كدير فيه العمره ما خصك دير حتى شي حاجه من هادشي كامل. هذه خليتها غير اليدين والرجلين ديالي، ومع ذلك راه كنت سماريت. صافي هادو هما القشرات اللي كنت كنلبس، خفافين لانه كاين الصهد. وهذيك صنداله ديتها معايا في البيض، كنت كندخل بها حتى الحرم. الشرط هو انها تكون نقيه. يعني 250 درهم مغربي. ما ادري والله بالمغرب بس بريال زي كذا. طيب اعطيني 25 ما معك. شوفوا لي هاد الكياته. فاحنا كنا من بعد صلاه المغرب، عندنا المغرب والعشاء ما كناش كنجيو للوطيل، كنهبطوا كاين واحد المول قبالة الحرم، كندخلوا كناخذوا الهدايا منه، كنشوفوا شنو خاصنا. خدينا هاد العبايه اللي غزاله كتحمق، الكاليتي ديالها زوينه بزاف، وانا خديت ليا بزاف الحاجات. اكيد غادي نشاركهم معكم في المشتريات ديالي في فلوق اخر. صافي هادو تا هما جبتهم معايا من المغرب. صافي كان كيجيني الصهد، ومره كترشق ليا لشي حاجه، ولكن بطبيعه الحال العباده كاينه. هذا نهار اخر، كنظن النهار الثالث. هنا ما بقيتش كنصور بزاف، صافي انغمست مع الاجواء لان الاجواء كانت روحانيه. صافي النهار الاول دوزتو تقريبا غير كنكتشف، ولكن من بعد الحمد لله داكشي اللي درتو، يعني درت داكشي اللي قديت عليه في العبادات، والحمد لله. وكنتمناو من الله يستجب. كان هذا هو الروتين ديالنا. من بعد الصلاه ديال الفجر عاد كنمشيو باش نعسو.
هي كنا كنجربوا الاكل ديالهم كل مره تقريبا كنجيبوا حاجه. هذه شاورما عربيه. شوفوا بالنسبه سبحان الله في المدينه ما كيجيكمش الجوع نهائيا، لانه كيكونوا توزيعات يعني صدقات فيهم التمر، فيهم كل واحد واشنو كيوزع. فكنا كناكلوا غير التمر والماء الحمد لله كان كيشبعنا وكنبقاو النهار كامل. فبالنسبه لهذيك الشاورما كنت دقت منها غير شويه وحطيتها. جبت معايا هذه من المغرب، ولكن صراحه كانت الكليمه يعني ما غاديش نحتاجوها، فهنايا غير بغيت نبارطاجيها معكم حتى هي كتنفع. تقدروا تخرجوها معكم في الطريق، لان في الطريق ما تيكونش هذوك الفرفارات اللي كيديروا البرد. اللي بغيت نقول بالنسبه ان شاء الله اللي ناوي يمشي ما ديوش معكم ماكله بزاف، ما ديوش معكم لانه الجو تما اولا يمكن هذيك الاجواء صافي كنبقاو شبعانين نهار كامل، ما كناش كناكلوا بزاف. تقريبا كاع هذاك الشيء اللي دينا معنا، وانا ما صورتش لكم كلشي يا اما خسر يا اما صدقناه في سبيل الله، لان ما احتاجينا حتى شي حاجه. حمزه راه تسوق الكحكي عاد دير يوتيوب وعاد تدخل تفرج صافي. انا هادو حبيتهم. كنا هنا كناخذوا الهدايا للعائله والصحاب والاصدقاء. يكون فيها الحمام وكيكون كيتباع هذاك الماء ديال الحمام كتاخذها يعني كتعتبر كصدقه في الحرم، كتعطي زعما الحمام ديال الحرم ياكلوا. صافي هنا خديت صورات درت فيديوهات، ولكن كنت نسيت ما صورتش اليوتيوب. صراحه كانت اجواء زوينه لدرجه نسيت راسي ما صورتش كلشي، ولكن الحمد لله كنصلي وكنمشيو كنشوفوا وكنكتشفوا الامكنه. مشينا ناخذ ليا شي حاجات. هنايا دوزت وارتحيت وبدلت حويجاتي وجينا عاوتاني لهذا المول اللي صراحه عرفتي كبير بزاف. تقريبا تريتو كامل، فيه بزاف ديال الطوابق، فيه كل شيء عجبني بزاف. خديت منه عبايات، خديت منه بزاف الحاجات اللي غنشاركهم معكم بطبيعه الحال. منهم هاد التحفه اللي انا لابسه دابا، عجبتني بزاف بزاف بزاف. بوبو ودابا اجي ونوريكم الاوتفيت. هاد العبايه الغزاله اللي صراحه التصوير اولا التليفون ما عطاهاش حقها مباشره، تجي غزاله غزاله غزاله. من بعد غادي نصورها لكم بكاع لي ديتاي ديالها. خويا بزاف كنت باغا ناخذ، كنت كنقلب على قصه ولقيتها، ولكن للاسف كان البري ديالها طالع يعني كانت غاليه. ولكن الحمد لله من بعد مني مشيت لمكه لقيتها وخديتها بثمن مناسب. صافي هنايا كانوا كيديونا المزارات، كنا كنخرجوا نديروا جوله هنا. واحد النهار اللي كان زوين بزاف في المطار، غادي نمشيو لمكه المكرمه وبطبيعه الحال كافي باش نقدر نشد الطريق. وهنايا كنت متحمسه لان غادي نديروا العمره، لان فاش كتوصلوا مشينا للمدينه اول حاجه دوزنا فيها 4 ايام الحمد لله، ارتاحينا صلينا قمنا الليل، ولكن الاهم هي العمره. صافي كنا في الطياره. هاد البرياني حمق اللي كانوا كيعطيونا تقريبا كل شويه كيوزعوا الاكل. هذه كانت بيتزا عرفتو رائعه غزاله غزاله غزاله. طبعا الخطوط السعوديه
صافي هنايا في الطريق كنا وصلنا لمكة. واحد الشعور اللي كان زوين بزاف بزاف بزاف. هي تقريبا ما كتشبهش المدينه، هي عامره اكثر من المدينه، ولكن ما شاء الله واحد الاجواء فيها ما نقدرش نوصف لكم، يعني الواحد خاصو حتى يجرب. هاد الشارع هذا سميتو شارع ابراهيم الخليل. في الليل كيكون تقريبا بحال السوق التجاري، ولكن فيه قبل ما ان شاء الله هاد العمره ويكون ان شاء الله تكون مناسك ان شاء الله كما دارها النبي صلى الله عليه وسلم. من بعد ما وصلنا للوطيل في مكة وحطينا حويجاتنا وجدنا راسنا باش نديروا العمرة. وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. علاش كنقولوا هاد الدواء هذا؟ حيت كاين لا قدر الله كاين اللي كيمرض، كاين اللي كتجيه الدوخه ولا شي حاجه كيبقى حابس في البلاصه فين بدا العمره. هادشي علاش كنقولوا هاد الدواء. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك. قبل ما نمشي وانا كنتسائل وكنسول راسي شنو هو الشعور ديالي منين غادي نشوف اول مره الكعبه. كنتظر انني نبكي بحال الناس، بزاف الحاجات اللي ما طراوش. كنشوف الكعبه وكنضحك وكنبتسم. ما عرفت واحد الصدمه، ما تيقتش راسي انني كنشوف فيها، ما تيقتش راسي انا في هذيك البلاصه. واحد الشعور ما عرفتوش لحد الان، ما عرفت كيفاش نوصفه. جمسويتي مثلا كنقول مع راسي واش انا هنا، واش انا كاينه هنا فعلا. ما تيقتش والله، ما تيقتش. العمره ديالي ولله الحمد ان شاء الله تكون مقبوله. بطبيعه الحال ما صورت حتى شي حاجه لان صافي في ديك اللحظه نسيت التليفون، نسيت كلشي. مشيت خديت الايس كريم اللي كنت كنشوفه بزاف، كنشوفه في فلوغات ترندات في تيك توك. صافي صلينا صلاتنا، من بعد حضرنا لهذه الخطبه الجمعه. وارحم موتانا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شاركت معكم غير بعض المقاطع اللي كنت كنحط ستوريات في انستغرام. هذا الماء ديال زمزم على ما اظن. صافي كان طاح ليا التليفون وتهرس من الخير وفيها خير باش نركز على الصلاه. يعني اصلا كانت مشات يلا في الشغل صايبتو تما ومن بعد بقيت كندير شي فيديوهات صغارين غادي نشاركهم معكم في شورتس، فيديو قصير. صافي وركزت على صلاتي، هذيك اهم حاجه، والعبادات. وكنتمنى اللي بقى حتى الاخر كنتمنى ليه عمره ان شاء الله من حيث ولا يحتسب. هل علينا بالنظر هز الهلال يا ابا الزهراء، واعطينيكم لمحب منى المسكوفه دارنا رسول الله والنور لاح، النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء. أشكي لي من وجدي وحالي وأقول لي